منا طول عمرها كان ليها صحاب كتير، بس بقالها فترة علاقتها مع صاحباتها محدودة جدا، وكمان رافضة تكون صداقات جديدة وخايفة من كل الناس. وفي يوم من الأيام منا كانت قاعدة مع جدتها، وجدتها سألتها: مالك يا منا، بعدتي ليه عن كل صحباتك ورافضة تصاحبي أي حد؟ ردت منا وقالت لها: ما بقاش عندي ثقة في حد بعد ما أكتر صحاب ليا خذلوني، حتى بنات عمي وحتى بنات خالتي. أنا اتوجعت كتير وبقيت بخاف الناس تخذلني، فقررت أفضل كده لوحدي. جدتها قالت لها: طب ليه يا منى سمحت لهم يخذلوكي؟ منى قالت لها: وأنا كان ذنبي إيه؟ أنا وثقت فيهم وتوقعت منهم يقفوا جنبي، بس هم خذلوني. جدتها قالت لها: يا منى توقعاتك المبالغ فيها في الناس هي السبب، وعشان تحمي نفسك من الخذلان وزني توقعاتك في الناس. مشاعر الخذلان حرفيا هي من أصعب المشاعر اللي ممكن نحس بيها. مشاعر الخذلان قادرة تخلينا نفقد الثقة في كل الناس اللي حوالينا، نعيش خايفين من الناس، نعيش خايفين نكون صداقات جديدة، ندخل في علاقات جديدة. بسبب مشاعر الخذلان احنا ممكن نرضى ان احنا نعيش في وحدة ونقفل الدنيا على نفسنا ونكون رافضين ابدا نتعامل مع اي حد حوالينا. والخذلان ببساطة انك تتوقع تصرف معين من الشخص اللي قدامك، والشخص ده ما يتصرفش معاك التصرف اللي انت توقعته منه. فده بيخلينا عايشين متخيلين ان الشخص اللي قدامي اللي هو ما تصرفش التصرف اللي انا توقعته منه هو ده السبب الرئيسي في مشاعر الخذلان اللي انا حسيتها. بس في الحقيقة زي الجدة ما قالت ان توقعاتنا المبالغ فيها في الناس هي السبب الرئيسي في مشاعر الخذلان اللي احنا بنحس بيها. وعلشان توازن توقعاتك من الناس وتقدر تحمي نفسك من الخذلان، ركز معايا في الكام نصيحة الجايين دول. واحد، انت المسؤول عن اي مشاعر بتحس بيها، مفيش اي حد تاني مسؤول معاك، وانت المسؤول انك تحمي نفسك من المشاعر دي. اتنين، حدد مكان كل شخص في حياتك واعرف هو بالنسبة لك ايه كويس قوي، علشان تقدر تعرف انت هتتوقع ايه من مين. تلاتة، اتعلم من الدرس، لما تتخذل ما تتكسرش، وزن توقعاتك واعرف كويس الشخص اللي قدامك وغير مكانه في حياتك. أربعة، ما تخليش سقف توقعاتك اعلى من الواقع، والغي كلمة المفروض من علاقاتك، بلاش دايما هو المفروض كان عمل كذا. رقم خمسة، سامح واغفر وحاول تلتمس الأعذار، كلنا بشر وكلنا بنغلط، وجايز اللي قدامك يكون قدم لك أفضل ما عنده. رقم ستة، لو حسيت في أي وقت بمشاعر خذلان خليك عارف كويس جدا إن أي مشاعر بتبدأ في أولها عالية قوي، وبالتالي محتاجين نفرغها شوية، ومن أسهل أدوات تفريغ المشاعر هي الكتابة. فحاول أول ما تحس بمشاعر خذلان تبدأ تفرغ مشاعرك بالكتابة عشان ترجع مشاعرك لوضعها الحقيقي، وبالتالي تعرف تتعامل معاها صح. في النهاية خليك عارف إن مشاعر الخذلان زي الحبل، طرفه في ايدك وطرفه في ايد الشخص اللي قدامك، فلو تصرفات الشخص اللي قدامك مش في ايدك ومش اندر كنترول، توقعاتك في ايدك واندر كنترول.